ما دام في تشجيع للتكريس والرهبنة للبنات، يجب أن لا تشجعوا الشباب على الرهبنة. أنا هقول لكم رأيي في السؤال ده إيه. فعلا ما تشجعوش الشباب اللي رايحين يترهبنوا بهدف إنه يبقى عنده عربية بعد ما يترهبن ويقعد يتنطط ويلف بالعربيات زي ما بعض الرهبان بيعملوا، أو بهدف إنه يبقى معاه 4 5 موبايلات وما يبطلش كلام في الموبايل، او بهدف انه يقعد يتنطط في وسط الرحلات ويبقى شخصية بوبيولار يعني سوبرمان. كل هذا الانواع من الشباب انتم مسؤولين كاباء اعتراف، كما ان رؤساء الاديرة الاباء الاساقفة الموقرين لازم يدققوا جدا، لان انا حزين ان في رهبان كتار مش داخلين بهدف حقيقي للرهبنة، بيدور على الاسقفية او بيدور على الكهنوت اللي مش طايله في بلدهم، وفي نفس الوقت مفيش رهبنة حقيقية داخل القلب. لكن انا عايز اقول ان فعلا في نسبة من الرهبان مش داخلين بقصد حقيقي، وبدل ما يقعد يتصل بالبنات بالموبايل يبقى يتجوز احسن وما يترهبنش. صح ولا مش صح؟ يعني اول حاجه تعليق بالنسبه لي، انا ما شفتش الرهبنه دي في الكتاب المقدس. يعني اللي شفته في الكتاب المقدس حاجه اسمها خلوه شويه كده ويرجع، ما شفتش حاجه اسمها رهبنه. تاني تعليق بيقول لك انا هقول رايي، انا هقول لكم رايي. رايك ايه؟ المفروض انت بتجاوب من كتابك المقدس، بس ده يثبت ان فعلا الرهبنه ما اختراع مش موجوده في الكتاب المقدس. هو المفروض رجل الدين الواحد لما يساله عن حاجه دينيه بيجاوب يعني من الكتاب، مش بيجاوب برايه. يعني انا مش قاعد معاك على القهوه، انا بسالك في حاجه دينيه. ثالث نقطه، الاعتراف الصريح ان الرهبنه هي العربيه، هي كلام البنات، هي المرتب، هي الفلوس. طيب هو مش في قانون رهبنه المفروض ان الراهب لما يطلع من الرهبنه او يعني يتوفى وكده ما بقاش عنده ولا مليم؟ ده بيتورث دلوقتي، بيتورث، بس لما باعتراف باعتراف بشوي. لما نسمع بقى عن الحوادث اللي بتحصل والحاجات اللي مع الستات والبنات، ما لازم نصدق طالما في مجموعه. الراجل بيقول لك اهو انا بعترف ان في مجموعه داخله مش عشان الرهبنه، عشان الناحيه الشمال، فشيء طبيعي لازم بقى اصدق بعد كده اللي بيحصل بين الرهبان وبين شعب الكنيسه.